بسم الله الرحمن الرحيم، وفيديو جديد والحديث عن لقاء الزمالك وسموحه بالامس اللي انتهى بفوز الزمالك 1-0 طبعا، وكلنا انبسطنا. كابتن معتمد بدأ بتشكيله جميله وخطه لعب انا شايفها هتنفع جدا مع الجيل الحالي، وهتنقل الفرقه بشكل كبير، وهتفرق في الاداء جامد وهنوصل. الخطه كانت 3-4-3. هي شكل من اشكال 3-4-3، هي 3-4-1-2، بحيث ان السيد اسامه في نص المدافعين، الونش وحسام على يمينه، والمهدي طبعا في الجون، شحاته والسيد في النص، جناح يمين وجناح شمال اللي هو وينج باك محمد السيد واحمد عبد الرحيم ايشو. قدامهم خوان الفينا بتزيرا، نقطه تحول الزمالك في الماتش امبارح هو خوان الفينا بتزيرا. قدامهم تشيكو بانزا وسيف الدين الجزيري اللي كانوا مش موفقين خالص امبارح في اللقاء. اول ربع ساعه كده كان نادي سموحه بيقابل بضغط من الاول من الخط الامامي، وكان زانق لعيبه الزمالك في نص ملعبهم شويه، كان فيها هجمات على استحياء من الزمالك، بس كان نادي سموحه بيضغط ضغط امامي. كل الاختراقات اللي عملها نادي سموحه وكل شيء عمله نادي سموحه كان جاي من الناحيه بتاعت محمد ابراهيم اللي هي الناحيه الشمال. الجبهه اليسرى لمحمد ابراهيم كان نادي سموحه تقريبا المدير الفني بتاعه احمد عبد العزيز كان ملاحظ ان في ثغره هنا، والثغره دي كانت بسبب ايه؟ محمد شحاته هناك بيغطي مع ايشو، هنا محمد السيد ما كانش بيرجع معاه، ما كانش بيرجع في الجبهه مع محمد ابراهيم، فكانت الجبهه تعتبر مفتوحه، ومحمد ابراهيم لعيب لسه صغير، فامكانياته يعني خبراته في الدوري لسه قليله، لكن امكانياته كويسه وهيبقى لعيب كبير ان شاء الله. انا مش عارف شيكو بانزا ده بيعمل ايه، يعني شيكو بانزا ده بيلعب في الزمالك ليه؟ مين اللي جابه؟ وبيعمل ايه في الملعب؟ ودوره ايه في الملعب؟ واحنا وكابتن معتمد جمال شايف فيه ايه؟ ده لعيب ما بيعرفش يستلم، ما بيعرفش يسلم، ما بيعرفش يقف على الكوره، ما بيعرفش يعمل ترنات، ما بيعرفش يعمل اي حاجه في الملعب غير ان هو بيقرفنا، غير ان هو بس بيطلع بص يخلي الواحد قاعد عايز يشتم ويتكلم وبتاع، لكن يعمل اي حاجه في الملعب لا. يباصي ويشوط وينزل يستلم من زمايله ويطلع، لا 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 لا. طب الكوره جات له من خوان الفينا بتزيرا، يا ابني حط جون، ده هو مديها لك من برجل المدافع وانت والجون عايز تخش بالكوره جون، هو انت ميسي؟ شيكو مازا عيل ابن تيس، والله العظيم ده لعيب لا يصلح للعب في الدوري المصري اصلا، ما بالك بقى في الزمالك، يعني هو ما يصلحش يلعب في اي نادي من انديه الدوري المصري، يا السيراميكا يا جدع عنده محترفين احسن منه. فاللي جاب خوان الفينا بتزيرا ده لازم اللي جاب قصدي شيكو بانزا ده لازم يمشيه. جون ادوارد مش عامل لي فيها بكاسيو التسويق يا باشا، انت مشيت دونجا ومشيت اللعيبه المهمه ومشيت ناصر ماهر اللي متالق مع بيراميدز وبيطلع نار من بقه، بس كده كده ناصر ماهر لعيب مزاجنجي، يعني ماتشين ثلاثه وهينطفي عادي، انا مش زعلان عليه قوي يعني. بس انت مشي لي شيكو بانزا بقى زي ما مشيت دول. شيكو بانزا ما ينفعش يقعد في نادي الزمالك اكتر من كده، لان هو لعيب لا يصلح ولا يصح. وكمان الحاجات اللي طالعه من جوه والتسريبات اللي احنا بنداري عليها ومش عايزين نتكلم عنها بس احنا عارفينها كويس. اللعيب ده بيعمل مصايب في الفرقه من جوه، بيعمل مصايب في اوضه اللبس. اللعيب ده اتخانق مع ادم كايد وعمل حاجه افظع، وهتطلع الفتره يا رب ما تطلعش، لان هي لو طلعت تبقى مشكله. الشوط الاول كله كان نادي الزمالك الخطوره بتاعته خطوره على استحياء، يعني نادي الزمالك ما بيهاجمش كويس، هي تسديده من محمد السيد، تسديده كويسه صدر احمد مهوب حارس سموحه بس، لكن ما كانش فيه حاجه، كان سموحه خانقك. نيجي بقى للشوط الثاني، التبديل بتاع محمد اسماعيل ونزول محمد ابراهيم انا خلاني اعتمد ان معتمد جمال ده مدرب كبير، مدرب كبير قوي. انا احب المدرب اللي يشوف ثغره في الملعب في الماتش يعدلها، ما يكابرش، ما يقولش انا هلعب بنفس التشكيله عشان اللعيبه دي مش عارف ايه، عشان الناس بتوجد نظري، لا. في ثغره ناحيه محمد ابراهيم، سحبه ونزل محمد اسماعيل ورجع ولعب محمد اسماعيل نص وبقى بيلعب. بس في مشكله، انا شايف ان محمد شحاته الفتره الاخيره اداؤه عليه علامات استفهام كبيره جدا. محمد شحاته محتاج يقعد مع نفسه ويراجعها. محمد شحاته امبارح ما ظهرش طول الماتش. محمد شحاته انا متعود عليه لعيب جريء، لعيب بينزل لزمايله، بيظهر لزمايله، بياخد الكره من ده يطلعها لده، بيعمل شغل في الملعب، لعيب حركي. لكن محمد شحاته امبارح كان مختفي، يمكن انا ما شفتش محمد شحاته، يعني كان في ميس باس كتير في نص الملعب، انا كنت قاعد مركز معاه طول الماتش، هو عمل ميس باس كتير، غلط كتير، فاتمنى الفتره اللي جايه ان هو يراجع نفسه ويرجع لمستواه، لان محمد شحاته لعيب مهم جدا 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 ومستقبل خط النص لنادي الزمالك. محمد السيد، انا محمد السيد يمكن ما كنتش بركز معاه قبل كده لاني كنت واخد منه موقف بسبب قصه التجديد وكده، بس محمد السيد ده يا جماعه لو استمر والعقليه بتاعته كويسه هيعدي امام عاشور بكتير. انا براهن عليه من دلوقتي اهوت وبقول لكم محمد السيد لو استمر وعمل ودماغه كانت كويسه وكان حواليه ناس كويسه، محمد السيد هيعدي امام عاشور بكتير. محمد السيد لعيب، رجلين الاثنين جامدين، شوط كويس، كفايه ان هو بيعرف يستلم ويسلم، يعني هو محمد السيد ده الاستلامات والتسليمات بتاعته رائعه، تغييره للملعب والفيجن بتاعه رائع.
فانا اتمنى ان محمد السيد يستمر في التطور، لان هيبقى خط نص اساسي في نادي الزمالك وخط نص اساسي في منتخب مصر، وهتتفرجوا وهتشوفوا لو التطور الطبيعي بتاعه مشي، لو خد الخطوه التاليه بشكل صحيح، محدش لاقي في دماغه، ما بقاش بقى اتجه للسكه التانيه اللي احنا عارفينها يعني. عندي تعليق بسيط كده على لعيب عمرو السيسي في نص سموحه. عمرو السيسي ده عندنا كان بيصلي على الكرسي. عمرو السيسي عندنا في الزمالك ما كانش بيعمل اي حاجه، كان قاعد بيصلي على الكرسي حرفيا، لا بيعرف يباصي ولا بيعرف يستلم ولا بيعرف يغطي. امبارح عمرو السيسي بيكفر مساحات ورا زمايله، ورا الفرقه بتاعت سموحه كلها في الشوط الاول والشوط الثاني كمان. عمرو السيسي بينزل يعمل تكالنج وياخد الكوره. عمرو السيسي عنده فيجن وبيلعب وبيوزع يمين ويوزع شمال. فربنا يعني ربنا يوفقه في الخطوه بتاعته. بس انت كنت عندنا نجم بتتصلى على سجاده، بتتصلى على كرسي، ما كنتش بتعمل اي حاجه. في لقطه واحده في الماتش جميله جدا، هي يعني خوان الفينا ان هو اتجرب في العمق دي. بص انا كنت في الاول مش بلاعب ومش جاي معايا سكه، بس انا لما قعدت اتفرجت على الماتش كده وركزت وحللت، لا هو لا، خوان الفينا بتزرع امبارح عوض ادم كايد بشكل كبير. خوان الفينا من مميزاته ايه؟ لعيب بيعرف يستلم ويلف ويرقص ومحدش بياكل معاه، يعني ما فيش مدافعين في الدوري المصري تعرف تاكل وتشرب معاه غير بالضرب، وهم بسم الله ما شاء الله من ساعه احمد نبيل كوكا في ماتش الاهلي وهم قايمين معاه بالواجب وزياده. المعلم لما بيعدي واحد تبص تلاقي ثلاثه رايحين عليه بيدغدغوه، بس هو بيعرف يعمل ترنات كويس. اتفرج على الباص بتاع شيكو بانزا، ده باص لعيب كويس كبير. واتفرج وكذا كوره للجزيري، لو بيربط معاه كويس هي ايه، الواد ده كان عمل ماتش خرافي امبارح. بس هو الجزيري كان عنده مشكله امبارح، كان في مشكله، الجزيري ما كانش في حالته. جماهير الزمالك، انا عايز اتكلم عن المشكله بتاعت جماهير الزمالك. انت لو لاحظت امبارح في الماتش جماهير الزمالك اتاخرت كتير على ما رجعت الملعب وهتافاتها بدات تملى الملعب. انا هقول لك السبب. اداره نادي الزمالك امبارح او من فتره اعلنت ان هي هتوفر باصات لجماهير الزمالك في ماتش سموحه وكايزر تشيفز، وكده كده ماتش سيراميكا من غير جمهور. فهم قالوا ان احنا الماتشين الجايين هنوفر حفلات لجماهير الزمالك من قدام النادي. فعلى فكره ده مش تفاضل من اداره الزمالك خالص، ده انت بتعمل اقل من المتوقع، بس عشان انتوا ناس فشله، ناس مالكوش لازمه، ناس لا تفقهوا شيء عن اداره كره القدم في اي نادي في مصر، ما بالك بقى بنادي الزمالك اللي انتوا دمرتوه. حسين لبيب والشله الفاسده بتاعته، الشله الفاشله، عملوا ايه؟ الناس راحت عشان تركب الباصات، لقت باصات عدد صغير جدا من الباصات. طب انت ما تسيب الناس يا عم، انت مش هتقدر تعمل ما تعملش، انت مش هتقدر تحل ما تقولش. يعني انا عمري ما شفت في حياتي حد بيقوله يعني ايه يا عم، انت ما حدش جابرك على حاجه، ما حدش حاطط ايده على دماغك. انت لو طلعت وقلت انا هجيب لكم باصات، خلاص جيب باصات وعدد كبير الجمهور راح، مفيش باصات غير عدد صغير. وفضلنا طبعا بقى متاخرين شويه، ما اعرفش مين اللي حل المشكله الصراحه، وما سالتش لاني مش مهتم، لان دول شويه فشل. بس مشكله نادي الزمالك في الاداره ديت، الاداره الحاليه ديت، ان هم ما فيش تواصل بينهم وبين بعض، كله بيضرب في كله وكله مش عايز كله، والدنيا بايظه خالص. التبديل بتاع خروج شيكو بانزا وسيف الجزيري ونزول عدي وناصر منسي اتاخر، هم نازلين تقريبا في الدقيقه حاجه و60، بس هو اتاخر، ده كان لازم من بدايه الشوط الثاني، لان شيكو بانزا ده ما ينفعش يلعب في الزمالك تاني. انا من وجهه نظري اللعيب ده ما ينفعش يشمها في ملعب نادي الزمالك تاني، خصوصا بعد الحاجات اللي طلعت من جوه وعرفناها يعني. وسيف امبارح ما كانش في حالته. سيف الجزيري ده لو يركز يا جماعه هيبقى احسن مهاجم في مصر، بس سيف الجزيري ده بحالات يعني، لعيب بغزاله كده، ما تعتمدش عليه في اي ماتشات. نيجي بقى الاسطوره ناصر منسي باشا وبيه. ناصر منسي دوت كان جون ادوارد عايز يمشيه هو والشله بتاعته، واداره الزمالك كمان كان في كذا عضو عايز يمشيه. ناصر منسي النهارده نزل استلم الكوره في وسط سته من لعيبه سموحه، سته، ارجع للقطه تاني وعدهم كده، ست لعيبه، وعدل وركنها ركنه لعيب كبير قوي، مش لعيب كبير بس، لعيب كبير قوي، دي ركنه معلم مش ركنه اي حد، وحطها هدف. احنا يعني تخيل كده لو الجون ده ما كانش جه احنا ما كناش هنجيب جون، لان سموحه كانت مقفله كويس وكانت قافله عليك اللعب بشكل كبير. هنيجي بقى لفقره التقييمات، طبعا هنقيم رجاله ونجوم الزمالك، وانا عايز اعمل في التقييمات حاجتين، اقيم لعيبه رجوله واقيم على اساس الاداء في الماتش، يعني رجوله اللاعب واداؤه في الماتش. نيجي بقى لفقره التقييمات. مهدي سليمان امبارح ما جاتش عليه كور كتير، والكره اللي اتشاطت عليه اتعامل معاها بشكل كويس، بس مهدي عنده مشكله ان هو ما بيلعبش برجله، احنا عارفين كده كده من الاول، فهنديله 6 من 10 عشان الكره اللي شالها، بس هي ما جاتش عليه حاجات اصلا كتير امبارح. 6 من 10 كلاعب، 10 من 10 كرجوله. طبعا اي لعيب في الزمالك بيلعب دلوقتي تحت الظروف الحاليه هنديله 10 من 10 في الرجوله. اي لعيب في نادي الزمالك بيلعب تحت الظروف الحاليه، ما بياخدش فلوس، ما بياخدش مستحقات، ما بيعملش اي حاجه، الدنيا خربانه خالص جوه النادي، انا هديله 10 من 10. الونش النهارده
قائد، هو قائد الدفاع. الونش هو قائد نادي الزمالك الحقيقي في الملعب. محمود حمدي الونش هو القائد الحقيقي لنادي الزمالك في الملعب، اللعيب الوحيد اللي عارف يعني ايه زمالك لسه، وبيعرف اللعيبه الصغيره. طبعا كلهم عارفين، كلهم رجاله وكل حاجه، بس الونش هنديله 7 من 10. حسام عبد المجيد 7 من 10. حسام عبد المجيد ده لازم نحافظ عليه يا كابتن جون. كفايه بقى وحياه ابوك، كفايه بقى في النجوم. يعني احنا نادي كبير والله بننافس. يعني انا عايز حد يقعد معاك كده يعرفك ان نادي الزمالك دوت نادي بطولات، مش نادي استثماري. ده مش فاركو، ده الزمالك، وفي فرق كبير بين الزمالك وفاركو. فانا اتمنى ان انت تعي هذا الكونسبت وتشتغل على اساس ان احنا نادي بطولات، وتجدد لحسام وتقعده في النادي، ما تبيعوش، لان حسام هو الوريث الشرعي لرجاله دفاع الزمالك اللي جنبي. وعلى فكره ده لعيب طالع من عندك من الاكاديميه، فده ايدج للنادي ان انت تطلع لعيب بيفضل معاك وبيكمل معاك ويوصل يبقى اسطوره نادي وكده. فاتمنى ان حسام يفضل موجود. حسام هياخد 7. محمد ابراهيم امبارح ياخد 4، لان كل لعب كان جاي من ناحيته زي ما احنا قلنا في الفيديو، فهو ياخد 4 من 10. ومحمد ابراهيم هيتطور وهيبقى لعيب جامد، وانا احب اللعيبه اللي عندها مسؤوليه، ومحمد ابراهيم لعيب عنده مسؤوليه. ايشو امبارح ياخد 7 من 10، قافل جبهته كويس، مفيش هجمات جت من ناحيته خالص، الملعب مقفول يعتبر من الجبهه بتاعت ايشو خالص، مفيش حاجه راحت على الزمالك من جبهه ايشو. فانا اديله 7 من 10، وشايف ان ايشو اكتشاف في المركز دوت، وايشو لعيب كويس بس محتاج يشتغل على نفسه شويه يا حبيبي. السيد اسامه، السيد اسامه ده هيبقى لعيب حكايه. السيد اسامه لو اتطور واشتغل على نفسه واتعامل مع مدرب خاص وظبط دنيته، فهو هيبقى لعيب حكايه. حد هيقول لي انت عملت طب لعيبه الزمالك ولا طب لمين؟ يعني لعيبه بتلعب في ظروف زي دي وبتكسب كل الماتشات، ما هنعمل ايه؟ نمسكهم من جلدهم يعني ولا نعمل ايه؟ ما لازم نطبل لهم، لازم نطبل لهم ونسقف لهم ونعمل لهم كل اللي هم عايزينه كمان. فالسيد اسامه ده جامد، فيرجيل فان دايك اللي جاي. حد لو عندنا حاجه احنا حرين. السيد اسامه ياخد 7 من 10. محمد شحاته امبارح ياخد 4 من 10، وانا شرحت في الفيديو ليه، لان محمد شحاته محتاج بعد الاصابه. محمد شحاته لسه ما جابش فورمته خالص. محمد سيد ياخد 8 من 10، بقول له يا ابني استمر، استمر واشتغل على نفسك. بص والله هتعدي امام عاشور بكتير، لان انت مهاري، تعرف تستلم وتسلم كويس، عندك الفيجن بتاعك رائع، رجليك الاثنين جامدين في الشوط، فاستمر، استمر وصدقني هتبقى كويس. خوان بتزيرا 10 من 10، هو نقطه تحول الماتش، هو اللي كسبك الماتش امبارح، هو اللي لعيب بياخد فاولات، بينزل يستلم، الكوره ما تتقطعش منه غير باستفاده ليا كنادي، ده المفروض مطلوب من اي لعيب. انت ما تضيعش الكوره غير لما انا استفاد منها، سواء بقى هتجيب لي فاول، هتجيب لي ضربه ركنيه، هتجيب لي ضربه جزاء، هتجيب جون او اسيست يا حبذا يعني. فاخوان الفينا امبارح ياخد 10 من 10. شيكو بانزا 0 من 10. شيكو مازا 0 من 10. اتمنى ما اشوفوش تاني بيلعب في النادي، اتمنى على الله ان شيكو مازا دوت يشوف له كوره بيقعد فيها، كفايه عليه كده. الجزيري 2 من 10، وانا ما اديتكش صفر عشان مش عايز تسوي بشيكو بانزا، بس انت تستحق الصفر لانك ما عملتش اي حاجه امبارح في الماتش، ما بتربطش مع زمايلك، ما فيش اي حاجه يعني. ابيض من الصيني بعد غسيله زي ما بيقولوا يعني. البودلة بقى محمد اسماعيل 6 من 10، نزل قفل نص الملعب وساعد الزمالك ان هو يقفل الثغره بتاعت الباك الشمال محمد ابراهيم. ناصر منسي الاسطوره، الماتادور، السفاح، الدباح، اللعيب الجامد اللي مفيش منه تاني في مصر، المهاجم الاعظم والافضل، المهاجم التاريخي ناصر منسي الاسطوره بيه 10 من 10. طبعا عدي امبارح 6 من 10. عدي ما جاتلوش كور كتير، بس هو عدي كان بينقل اللعب كويس وكان بينزل يشارك في تحضير الهجمه، فنديله 6 من 10. عبد الله السعيد ما لحقش، واحمد الخضري ما لحقش. في النهايه انا بشكركم جدا، لو حد كمل معانا لهنا فانا بشكره، واتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، واللايك والشير والكومنت والحاجات الحلوه ديت. عايزين نوصل يا جماعه، عايزين نعدي، عايزين نوصل ل 1000 مشترك. يلا بينا، سلام.